معرض القاهرة كلها يعني أيام إن شاء الله بتفصلنا عن المعرض. وزي ما انتم شايفين أنا محاط بإصدارات من يعني كبار الكتاب في مصر والوطن العربي. ويعني احنا في دار الفكر العربي إن شاء الله مشاركين بجناح في المعرض و... وده استمرار طبعا لمشاركتنا الداخلية وفي المعارض الداخلية وإن شاء الله الفترة القادمة لنا مشاركات خارجية بإذن الله إن شاء الله. نأمل بإذن الله إن احنا يعني نكون دايما على حسن الظن لقراءنا وكتابنا ويكون مشاركة إن شاء الله متميزة. الحقيقة احنا يعني الحمد لله عندنا يعني داخلين أكتر من 150 عنوان، وده شيء تصوري الشخصي أو يمكن حتى 180 عنوان أعتقد لو زميلنا الأستاذ أشرف يشاركنا الرأي. ف يعني ده الحمد لله كدار واعدة الحمد لله حققت نجاح في زمن قياسي، والحمد لله عندنا إقبال جدا في المعرض السنة دي، وحتى اضطرينا ان احنا هنقفل باب قبول الاعمال في منتصف ديسمبر عشان نقدر ان احنا ننتج، يكون عندنا وقت ان احنا نطلع الاعمال بأريحية يعني. فالباب مفتوح طبعا للمشاركة معانا ونستقبل اعمال حتى نص ديسمبر ان شاء الله. ويعني نأمل ان شاء الله نكون معرض ناجح بإذن الله. واحنا السنة اللي فاتت الحقيقة حققنا نجاح كويس جدا وربنا يعني وفقنا بشكل كويس، وكنا من الدور اللي كان عليه اقبال بشكل كبير، وحتى في نهاية المعرض ما كناش عارفين نقف في الجناح يعني من كتر الاقبال علينا الحمد لله. كنا عاملين عروض مميزة جدا، وانا برضو من خلال يعني فرصة ان انا اتكلم معاكم بقول لكم ان احنا عندنا السنة دي عروض هايلة، ومش اخر ايام المعرض، لا العروض من بداية المعرض من اول يوم في المعرض لغاية اخر يوم عندنا عروض مميزة جدا، لان احنا مؤمنين جدا بدعم القراءة، وشبابنا اولى الحقيقة ان هو يحصل على كتاب بسعر مميز في ظل كمان ارتفاع الاسعار. يعني انا اتفقت مع صديقي الاستاذ اشرف وكل يعني الزملاء في الدار على ان احنا نبدا مبادرتنا من اليوم الاول لمعرض الكتاب لدعم القراءه للشباب. فاللي هيشرفنا ان شاء الله في جناح دار الفكر العربي هيلاقي عروض مميزه جدا باسعار هايله، ويا ريت كل شبابنا يشرفونا، واللي معهوش فلوس حتى يجي احنا عينينا ليهم، اهلا وسهلا بيكم. الموضوع مش تجاره يا جماعه، احنا ناس بنحاول نقدم خدمة لبلدنا وخدمة لشبابنا وفي ظل يعني تحديات كبيرة جدا يعني ارتفاع اسعار وفي ظل، لكن الحقيقة بنحاول ان احنا رغم الظروف دي ان احنا نكون عند حسن ظن الناس بينا دايما سواء قراء او كتاب. فيعني اهلا بيكم وان شاء الله معرض ناجح باذن الله. شكرا.